السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم الصحة وفي اسعد حال دايما يا رب. لو سمحتوا فعلوا زر الجرس واعملوا لي اشتراك ودوسوا على اللايك والشير واعملوا كومنتات كتير. طمنوني عليكم وعرفوني اخباركم ايه. واحنا النهاردة زي ما اتعودنا معانا رسالة من حبيب حاسس بتخبط ومش راكز هو عايز ايه ومش فاهم. مش عارف يرسى هو حبيبته على بر الامان. علشان كده عنده طاقة مش مفهومة، فيها تشتت عالي قوي. ودي طبعا مسببة لشريكة حياته آه، حاجة مش كويسة، مخليها برضو في حالة حزينة طول الوقت، عايشة كده في مود وحش. بتميل للكآبة، منعزلة، مش عايزة تتكلم مع حد، مش عايزة تقعد مع حد. وهو للأسف اللي متحكم في الموضوع ده بسبب الطاقة اللي هو مصدرها لها. الرسالة من حبيب زي ما احنا قلنا هو متشتت. هو بيقول لحبيبته أنا عارف إن أنا تعبك معايا جدا، بس عندي أمل إنك تستحمليني. انتي ظهرتيلي في وقت أنا كنت محتاجك فيه قوي، وانتي كمان كنتي محتاجاني فيه. ربنا حطنا في طريق بعض في وقت احنا الاتنين كنا خارجين من علاقات مش تمام. كنا لسه منفصلين وما كناش في أسعد حالتنا. كنا محتاجين حد يداوي الجروح اللي تسببوا فيها الناس اللي كانوا معانا. أعتقد أنا قدرت أقوم بالدور ده كويس، وانتي كمان أديتي دورك معايا بشكل أكتر مما كنت أتمنى. كنت ليا فعلا آه العوض. كنت إنسانة قادرة تداوي جرح اتسببت فيه واحدة كنت فاكر ان انا بحبها، وكنت متخيل انها بتحبني بجد. خدت مني كتير واديتها مشاعر وحب ما اعتقدش ان انا ممكن اديها لحد تاني بنفس الشكل اللي اديته لها. انا دلوقتي ندمان على اللحظات اللي انا عشتها معاها، ندمان على وقتي اللي ضيعته معاها وفي حبها، لان هو ما كانش حب، كان وهم. وبعد ما خلص اتسبب لي في جرح وفي ألم كبير قوي، ولولا وجودك في حياتي وظهورك في الوقت المناسب كنت ممكن أكون بعاني لحد دلوقتي. وانت كمان، انت كمان كنت خارجة من علاقة ما كانتش أحسن حاجة، وكنت محتاجة لحد يداوي جرحك اللي تسبب فيه حبيبك السابق. أنا مش عارف أعترفلك صراحة بحبي، لأن أنا عارف إن الحب والاعتراف بيه التزام، وان انا اكون ملتزم ومسؤول عنك، واكون المفروض اعمل لك كل حاجة آه، تخليكي سعيدة وتخليكي فخورة قدام الناس. لكن انا شايف ان انا دلوقتي لسه محطم ومكسور، ما عنديش القوة اللي تخليني اقدر ادخل في علاقة جديدة بخطوط واضحة. انا عارف ان انتي حاسة بمشاعري، وعارف ان انتي بتحبيني يمكن كمان اكتر ما انا بحبك، لكن الظروف بتاعتنا هي اللي تسببت في تأخير ان احنا وضعنا يكون مفهوم. انا المفروض اكون معاكي انسان صريح ومعلقكيش بيا، لكن في نفس الوقت انا مش قادرة ابعد عنك، وعارف كمان انك لو بعدتي عني مش هتكوني سعيدة. فعشان كده احنا الاتنين في حياة بعض وبنكمل بعض، وبندي لبعض المشاعر اللي احنا محتاجينها. انا مش طالب منك تعملي حاجة غلط ولا حاجة حرام، كل طالبه منك تصبري عليا وتديني وقتي اللي اقدر احس ان انا تعافيت من علاقتي السابقة، واقدر ادخل في علاقة جديدة. وقتها صدقيني هيكون حياتي ومشاعري وكل حاجة هتبقى ملكك لوحدك من غير ما اي حد يشاركك فيها. انا دلوقتي مع الاسف مش قادرة اتحمل اي التزامات او اي مسؤوليات تجاه حد تاني، فعشان كده مش عايز اظلمك معايا، ومش عايز اعلقك في حبال دايبة. لكن انا عندي امل كبير قوي انك انتي ما تسيبينيش وتفضلي جنبي لحد ما تجاوز المحنة دي، لان انا صدقيني عمري ابدا ما هلاقي حد يديني المشاعر الصادقة قوي اللي انتي بتدهاني، او يخاف عليا بالشكل اللي انتي بتخافي عليا بيه.
انتي إنسانة جميلة قوي، وأنا محظوظ قوي إن ربنا حطك في طريقي. علشان كده أنا عايز أحافظ على النعمة دي، ومش عايز أضيعك من إيدي، لكن عايز كل حاجة تاخد وقتها وتمشي في مسارها السليم. ده هيكون أحسن ليكي وليا. فسامحيني لو أنا مقصر معاكي، أو مش عارف أكون الشخصية اللي انت عايزاها في خيالك. لكن اللي أنا متأكد منه واللي عايزك تتأكدي منه إن أنا بعمل كل اللي في وسعي، وبدي بكل مجهودي وبكل طاقتي علشان نكمل مع بعض وعلاقتنا تنجح. فعايز كل حاجة تمشي صح، وعايز كل حاجة تاخد وقتها. مش عايز أخلي علاقتنا تكمل من باب إن أنا بدخل في علاقة والسلام، او ان انا عايز الدنيا تمشي وخلاص، او يتقال عليا ان انا تشافيت من علاقتي القديمة وبادئ حياتي وعايش مبسوط. مش عايز اغيظ بيكي حد، واكيد انا كمان مش حابب ان انتي يتقال عليكي انك انتي بتغيظي بيا حبيبك الاولاني. انا عايزه ان انا وانتي نكون مع بعض علشان احنا الاتنين عايزين كده، مش عشان الناس شايفه ان احنا وجودنا مع بعض هو الصح، او ان احنا لازم نتجوز دلوقتي، او نبقى في ارتباط رسمي دلوقتي. انا عايز ده يحصل لما احنا الاتنين نكون متأكدين 1,000,000% ان هو ده الانسب لينا احنا، مش لحد تاني. فعلشان كده انا واثق فيكي وواثق في عقلك ان انتي هتتفهمي اسبابي، وهتتفهمي الظروف اللي انا فيها. فمش هتستعجليني. واعذريني لو انا لحد دلوقتي بقصر في حقك، بس تأكدي ان انا والله بعمل كل اللي في وسعي، وبعمل كل طاقتي علشان نبقى مع بعض سعداء ومبسوطين. وصدقيني ان شاء الله طول ما انا عايش وفيا نفس هحاول اعمل كل حاجة تسعدك، واحاول اكون طول الوقت عند حسن ظنك. بحبك، بس مستني الوقت المناسب علشان نعلنها للناس كلهم. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة فيها حب وفيها حيرة من حبيب بيحب حبيبته، لكن موجوع من حب قديم. فربنا قادر ان هو يشفي كل جروح الأحبة، ويداوي جراحهم ويجمعهم في حلال ربنا ان شاء الله. دلوقتي اقول لكم سلام عليكم، استنوني مع رسالة جديدة.